في فيلم انا اتفرجت عليه من فتره طويله ولسه لما بفتكره بحس اني مش مرتاح، مش عشان الفيلم بيخوف او عنيف، لا عشان بحس انه حاجه حصلت لي فعلا كانه ذكرى ومخي رافض انه ينساها. والفيلم ده هو الفيلم الفرنسي من اخراج جاسبر نوا، كلايماكس. تحذير بالحرق للفيلم لو ما شفتوش، ولو ما شفتوش يعني لو شفته اضمن لك انك مش هتكون نفس الشخص اللي كان موجود قبل ما تشوفه. ما قلتش انه هيعجبك، بس هو هيغيرك، فانت ودماغك بقى. لان ده مش فيلم انت هتتبسط بيه، مش فيلم هتخلصه وتقول والله انا استمتعت بوقتي. لا، انت هتخلصه وهتفضل قاعد متنح. انا مش هحكي لك القصه لان القصه مش مهمه. هو بيتكلم عن مجموعه راقصين بيشربوا عصير فيه نوع من انواع المخدرات بالغلط فبيتجننوا على بعض، بس كده. لكن المهم هنا هو الاحساس. من اول دقيقه الفيلم ما بيدكش فرصه تتنفس، الموسيقى عاليه، الكاميرا بتتحرك، الالوان حاده جدا، وبشكل ما الموضوع ما بيقفش. مفيش لحظه الفيلم هيقول لك فيها تمام خد نفسك قوم جيب لك حاجه تشربها. لا لا لا، انت عالق في المبنى ده مع الناس دي مع الصوت ده، واسوأ حاجه ان الكاميرا ما بتريحش. وده طابع جاسبر نوا في كل افلامه. افلام متعبه نفسيا كلها، ولكن في افلام بالهبل بتتعبنا نفسيا عادي، سواء بالعنف او الجنس او اي حاجه تانية مش مريحه. بس لما جاسبر نوا بيعمل فيلم بيبقى شبه البتنجان اللي بياخد البرجر في حته تانية حرفيا. وده بجد والله. هي بس مشكلته انه مش مخرج معروف عندنا في الوطن العربي. بس انا اعتقد ان الرابط الوحيد بين جاسبر نوا وباقي المخرجين ان هما الاتنين بيستخدموا كاميرا. لكن الراجل ده مجنون بجد، انا مش فاهم ايه اللي في دماغه. دايما بيكون عايز يعمل تجربه جديده، فيلم تطلع منه شخص تاني مش نفس الشخص اللي بدأه. يعني مثلا هو ما بيكونش كاتب السكريبت وبعدين يسكن الممثلين في الشخصيات، لا هو بيكون عنده القصه وبعدين يجيب الممثلين ويقعدوا يفكروا في السكريبت سوا. يعني مثلا في كلايماكس معظم اللي في الفيلم اصلا مش ممثلين ولكنهم راقصين، ما عدا اتنين هم صوفيا بوتيلا وسوليا ياكوبس، ودول عشان هم يعتبروا ابطال الفيلم، فعايزين حد يمثل اللحظات العاطفيه بس. ده يبان قرار خطير انك تعمل فيلم ومعظم اللي فيه يبقوا عمرهم ما مثلوا قبل كده، بس النتيجه كانت انك بتحس بمدى حقيقيه الفيلم، لان الفيلم اصلا بيتكلم عن راقصين. فتمام، جبنا راقصين او دانسرز، ما تيجي نقول دانسرز يا جدعان. يعني انا بقول راقصين عشان انا بحب اتكلم عربي، بس دانسرز اسهل على اللسان وكلمه معروفه يعني. هنرقص دانس يا روح عمر. فكل الناس عارفه الكلمه. المهم الفيلم بيتكلم عن دانسرز، فجبنا دانسرز جاهزين بدل ما نجيب ممثلين نعلمهم الرقص، فكده خلصنا من نقطه. وبعدين غياب السكريبت خلى الارتجال هو الاساس في الحوارات، وده خرج لنا حوارات حقيقيه فشخ بجد. يعني مثلا لما الكاميرا كانت بتقطع من محادثه لمحادثه، كان حرفيا جاسبر ان هو سايب كل اتنين يتكلموا ومثبت كاميرا قدامهم وبس. اتبسطوا يا شباب، احكوا عن اللي انتوا عاوزينه. بقول لك الراجل ده مجنون يعني. وبعدين جمع فوتج حوالي ساعه الا تلت وقص الاجزاء المهمه من كل محادثه وحطها في الفيلم وبس على كده. فانت فعلا بتتفرج على محادثات حقيقيه مش كلام حافظينه ورايين يقولوه. والكاميرا محطوطه بشكل يخليك تحس انك طرف تالت مستمع واقف او قاعد معاهم، وبتعرف شخصيه كل واحد فيهم وتقرب منه قبل ما الدنيا تبوظ في النص التاني من الفيلم يعني. حرفيا قرب اخر الفيلم في لحظه معينه كده بتحس باحساس اللي هو احنا دخلنا النار ولا ايه يا جدعان. هو فعلا فيلم توعوي ضد المخدرات ولكنه باكتر شكل صادم في الدنيا. في بدايه الفيلم بنشوف انترفيو مع كل واحد فيهم وهو بيشرح هو ليه بيحب الرقص، وبعدين بنشوف اول تسلسل للرقص وبتشوف ستايل كل واحد فيهم في الرقص مختلف عن التاني ازاي. وبعدين وقت المحادثات اللي قلت لك عليها من شويه بتشوف دماغ كل واحد وبيفكر في التانيين ازاي، وتشوف قد ايه دماغهم فعلا قذرة نوعا ما. انا مش هقول ان ده الطبيعي، بس هو اكيد في جزء من الحقيقه. لما بتكون في تجمع مع اصحابك على القهوه او حتى في اي احتفال وواقفين بتتكلموا هتقولوا كلام بينكم وبين بعض انتوا مش عايزين حد تاني يسمعه، فاهمني؟ انت اكيد فاهم قصدي، ولو شفت الفيلم هتفهم قصدي اكتر ان ده اكيد شيء موجود في نقاشات الشباب. فده برضه بيزيد من طابع الواقعيه. المهم ان التلت الاول من كلايماكس لذيذ فعلا ومسلي وتحس انك مبسوط وانت بتتفرج عليه. بس انت عارف كده كده ان في حاجات غلط هتحصل، عشان في اول الفيلم خالص شفنا واحده متعوره بتزحف في التلج، او عشان ده فيلم جاسبر نوا فاكيد مش هيعدي عادي كده. وبعدين تسلسل الرقص التاني واحنا ما بنكونش فاهمين ايه اللي هيحصل هيدمر الاجواء اللطيفه دي. وبعدين تنزل الكريدتس وهنا جاسبر نوا بيقول لك لحد هنا انتهى الجزء اللطيف من القصه، فجهز نفسك بقى للي جاي. في المشهد اللي بيبتدي تاثير المخدر يشتغل عليهم، ده واحد من افضل المشاهد اللي بتوريك تاثير المخدر الحقيقي بيبقى عامل ازاي، بعيدا عن جو الافلام بتاع اللي ماشي يتطوح ولسانه تقيل والجو ده. بتسمع موسيقى تحسسك باحساسهم من غير ما تشرب معاهم، بتحس بتصاعد الماده جوه مخهم مع تغير الموسيقى خلال الفيلم. مش فكره انهم كانوا فايقين وبعدين اتصدروا، لا لا، في عمليه تصاعديه هنا. حتى حركه الكاميرا في البدايه كانت انسيابيه وناعمه وهي بتتنقل بين كل شخصيه والتانيه، وبعدين لما بيبدا تاثير المخدر بتبتدي تحس بهزه في الكاميرا وهي ماشيه وراهم، وكأن الكاميرا مان هو برضه شرب من نفس الماده اللي هم شربوها. وبيبتدي الجو يتلبش لما بنعرف ان في بينهم حد مجنون لدرجه انه حط مخدر للفريق كله في العصير اللي بيشربوه. ولحد اخر الفيلم بنتحبس معاهم في المبنى ده من غير حتى ما نعرف مين اللي حط لهم المخدر، وكلهم بيكونوا شربوا من العصير. فدلوقتي مفيش مفر غير انك تدعي ان الليله تعدي على خير لحد ما تاثير المخدر يروح. بنمشي مع كل شخصيه وهي ماشيه زي منظور الشخص الثالث في الالعاب، بس الفكره انك مش قادر تتحكم في حاجه. كل الناس بتتجنن على بعض وبيكونوا حرفيا شبه الزومبيز، واللي ما شربش معاهم طردوه، فما تبقلناش غير اللي شاربين.
اكتر حدث حزين في الفيلم هو موت الطفل اكيد اللي امه حبسته في الاوضه عشان خايفه عليه، بس في نفس الوقت حبسته مع لوحه الكهرباء اللي لمسها فالكهرب، وكمان الكهرباء قطعت في المبنى كله، سببت الضوء الاحمر بتاع الطوارئ وحسستنا اننا دخلنا النار حرفيا. وكان لازم في الفيلم يخلوا النور كله نور طبيعي جاي من السقف عشان الكاميرا بتفضل تلف، فما ينفعش تلقط اي سوفت بوكس او اي حاجه بتنور تبع الديكور، وفي نفس الوقت الضوء يكون مناسب مع فايب الفيلم، ودي عملوها باحسن شكل ممكن. الفيلم اصلا يتلخص في انه تجربه بصريه قبل اي حاجه، وعلى عكس فيلم انتر ذا فويد فاحنا هنا مش بنشوف الاحداث من عيون الشخصيات، فمش قادرين نشوف ايه الهلاوس اللي عندهم فعلا، ولكن بنشوف تاثير الهلاوس دي عليهم عامله ازاي، وده شيء بيعتمد في الاساس على الممثل قدر يوصل لي احساسه ولا لا. وزي ما قلت لك ان رغم ان معظمهم اصلا مش ممثلين، ولكنهم ادوا دورهم بافضل شكل. في معظم الافلام الكاميرا بتوجهك، بتقولك تبص فين، تركز مع مين اللي تحبه، لكن كلايماكس بيعمل العكس، بيرميك في نص الفاضي ويقولك تصرف حالك انا مش ابوك يعني. الشخصيات بتصرخ، بتعيط، بترقص، بتتجنن، وانت حتى مش فاهم مين اللي المفروض تهتم الامر ومين لا، وده لان مفيش ابطال هنا، بس عباره عن ناس بتنهار ببطء ولكن مع بعض. كل شخصيه بتنتهي نهايه مأساويه اكتر من اللي قبلها. البنت اللي كانت خايفه الحمل ياثر على راسها حملها بيسقط وبتتجنن، الام اللي كان نفسها تحافظ على ابنها بتتسبب شخصيا في موت ابنها، الولد اللي كان بيقول ان كل البنات بتحبه ومفيش اي حد بيطيقه اصلا في اخر الفيلم، والاتنين الاخوات. انا مش هقول اللي حصل بس ما كانتش حاجه كويسه خالص يعني. وطبعا البطله بتاعتنا اكتر واحده بتتعذب عقليا لانها بتعافر بكل قوتها عشان تستعيد وعيها، ولكنها مش عارفه ازاي. والولد ده كان بيرقص من اول الفيلم لاخره، فيعني ده اكتر واحد استمتع بوقته في الفيلم تقريبا. المهم ان الفيلم ده كل ما هتتفرج عليه اكتر كل ما هتفهمه اكتر، لان في حاجات بالهبل بتحصل في الخلفيه انت ما بتشوفهاش من اول مشاهده، فهتحتاج مشاهده تانية وتالتة كمان لحد لحظه ما بنعرف مين الفيلن في الاخر اللي حط لهم المخدر في العصير، الولايه المجنونه دي. وده برضو بيخلي تجربه المشاهده التانية اريح بكتير لما بتكون خلاص عرفت مين السبب في كل ده. المشهد اللي بتتبول على الارض فيه بتفهم انه مش مجرد حد مسطول بيعمل حاجات وهو مش في وعيه، لا دي كانت قصده بنتل. وبتاخد بالك في الروتش انها موجوده في خلفيه معظم المشاهد كانها ساحره بتشوف تاثير تعويذاتها على الناس. وهنا الموضوع يبان هزار، اللي هو فيه ايه يا اسطى يعني لو حطيت مخدر لاصحابي في العصير كمقلب وكده؟ لا يا اسطى، في ناس ماتت، في طفل صغير مات بسبب، حسبي الله ونعم الوكيل. وهي دي المشكله فعلا، لما حدث سعيد يتحول لحاجه حزينه. كانوا بيحتفلوا في البدايه انهم خلاص هيعملوا استعراضهم بعد ما بقالهم فتره طويله بيتدربوا عشانه، وبعدين الليله بتنتهي باسوا شكل ممكن في الدنيا. وعشان كده عمري ما قدرت اخرج كلايماكس من دماغي. مفيش درس بتتعلمه، مفيش رساله في الاخر، مفيش خلاصه، لان الفيلم مش مهتم اذا انت فهمته او لا، هو بس بيدخل جوه عقلك. مخرج بيفضل يعيد في الاحساس اللي حسيته اول مره وانت بتشوفه، مش بيعيد مشاهد، لا الاحساس نفسه، الدوشه، الفوضى، احساس ان في حاجه غلط ومش هتتصلح. الفيلم مش خيالي، الفيلم كانك حضرت حاجه انت ما كانش المفروض انك تشوفها. بتحس بالحاجه قبل ما تحصل. في المشهد ده انت كنت حاسس انهم هيضربوا بعض، في المشهد ده انت كنت عارف ان الطفل هيكهرب نفسه وان الام هتضيع المفتاح، مش عشان الفيلم متوقع، لا عشان انت حاسس باحساس اننا داخلين على سواد، فمفيش حاجه هتعدي على خير في الليله دي. وده سر الرعب في القصه. ما بنشوفش الطفل تاني لحد نهايه الفيلم، بس كل ما بيعدوا جنب الاوضه اللي محبوس فيها بنسمع صوت صريخه، ودي من اكتر الحاجات الصعبه جوه الفيلم. جاسبر نوا مش بيحاول انه يحكي لك قصص، ولكنه بيحاول يقل راحتك حرفيا. عاوز ان السينما تكون ماديه، حاجه تصدم اعصابك مش قلبك. وكلايماكس واحد من اكتر الافلام اللي كده، مش اكتر فيلم له لانه عنده افلام اجن بكتير هنبقى نتكلم عنها بعدين، بس شوف مثلا مشهد الرقص بتاع البدايه، حرفيا ابسوليوت سينما. انا لسه لحد دلوقتي بتفرج على المشهد ده لوحده على الاقل كل اسبوع، والموسيقى بتاعته بسمعها على سبوتيفاي. شوف تتر النهايه اللي محطوط في بدايه الفيلم وتتر البدايه اللي محطوط في نص الفيلم، جنان والله يعني مفيش كده. واعتقد هو عمل ده عشان لما الفيلم يخلص هو بيخلص حرفيا، مفيش تتر نهايه اللي هو يلا يا بابا ورانا شغل انت هتتنح. مفيش اي رمزيات او فنيات، عباره عن زي ما قلت لك فوضى. انت مش بتتفرج على كلايماكس، انت بتحاول تنجو من كلايماكس. انا اتفرجت على الاف الافلام، افلام افضل او اذكى او اقرب لينا كمشاهدين، بس كلايماكس واحد من الافلام القليله جدا اللي لسه عايشه جوه دماغي. مش بفكر في مشاهد منه، لا انا بفكر في هو ازاي خلاني احس، ودي حاجه نادره ومخيفه شويه. عموما انا مش برشح كلايماكس لكل الناس لانه فعلا ممكن ما يعجبكش، بس انت لو قررت تشوفه فما تتوقعش انك هتنساه. في افلام تانية هتنساها ولكن ده مش منهم. وبس كده، لو عجبك الفيديو تقدر تعمل لايك، ولو حابب تسمعني تاني اعمل سبسكرايب، ولو عايز تعرف افضل 13 فيلم في 2025 بالنسبه لي شوف الفيديو ده، والسلام عليكم.